تاعنا باش لابليكاسيون تقدر تخدم. قولي لي علاش اخترتي بالذات لافخيز الصباح في فطور الصباح؟ لانه شائع انه الشخص لازم يتخلص من كل ما هو سكريات وغيره. مع صباحا لا سكريات يعني ما فيهاش نسبة سكر؟ ما فيهاش نسبة سكر أوكي. عالية يعني، وانا ضد هذيك المعلومة اللي تقول انه الريجيم تاعي ما لازمش يكون فيه سكريات، لانه لازم نعرفوا نفرقوا بين السكريات البسيطة والمعقدة. والسكر نوع السكر اللي يكون في لافخيز هي الفركتوز. اوكي. معناتها ما كي نكثروا منه صح قادر يضر على يضر يعني يضرنا، لكن 50 غرام كما رانا نشوفوا في ليكرون فيها 18 سعرة حرارية و 18 سعرة حرارية، وهي يعني بالمقابل تاع 2500 سي ريان. كاين مكون اخر يكثر فيه الجدل، وي الشوفان، وقتاش يسمن وقتاش ينقص في الميزان؟ على حسب يعني شحال ناخذوا الكميه تاعو. مثلا هنا كما رانا نشوفوا في ليكرون الفلوكون دافوان فيه 241 سعره حراريه، والكثره منها كربوهيدرات. معناتها هنا 60 شويه بزاف بارابور يعني الريجيم. اذا انقص حابين نقصوا في الوزن، يعني كل ما نقصوا ينقص في الوزن. اكزاكتومون. اوكي، هذه هي. واذا زدنا ضاعفنا الكميه راح نزيدوا في الوزن. كامل المغذيات على حسب الاستعمال ديالها. اوكي. معناتها ما نقدرش نحكموا انه هذا المكون هذا ماهوش مناسب للريجيم ولا مناسب. قدرا البيتزا نديروها في الريجيم تاعنا، لكن وحده ماشي كومبليت. واللبن من الاعتدال يعني زبادي، لبن، ياغورت. كاين بزاف اللي يقول لك نحيه استثنيهم من النمط الغذائي نتاعك كليا. هادو ما نحبش نقول نحيو، لكن مثلا نقدروا نقولوا في اليامات الاولين نيليمينيهم شويه او نقصوا منهم هكذا باش نافونسيو.